عمرك ما هتكون كامل ولا إمكانياتك هتكون جاهزة بنسبة 100%. فأحسن حاجة تعملها إن أنت تبدأ دلوقتي، لأن دي الحاجة الوحيدة اللي هتفرق معاك. على عكس ما ناس كتير شايفة إن في حاجات كتير بتأثر على الجرافيك ديزاينر، أنا من وجهة نظري إن من أكتر الحاجات اللي بتأثر على الجرافيك ديزاينر حالته النفسية. الحالة النفسية للجرافيك ديزاينر هي اللي ممكن تخليه يبقى ديزاينر شاطر وممكن تخليه يبقى ديزاينر ضايع. لأن لما بتبدأ تخش في مجال الجرافيك تبدأ تمر بمراحل كتير، المراحل دي كلها الاعتماد الأساسي فيها على أساس إن أنت تنجح الحالة النفسية. لا أدوات ولا برامج ولا مهارات هي اللي هتأثر عليك، حالتك النفسية هي الأساس كجرافيك ديزاين. ففي الحلقة دي أنا عايز أقول لكم شوية حاجات ناخد بالنا منها علشان ما ندمرش مستقبلنا في المجال وإحنا مش واخدين بالنا. طيب، أول حاجة وبشوف إن ناس كتير بتقع فيها وبتبقى مشكلة كبيرة للمصممين، حتة إن هو بيكون عايز يبقى كامل أو يبقى جاهز بنسبة 100%، بيكون مستني إن هو يكون في أحسن حالة عشان يبدأ، وده طبعا بيضيع عليه فرص كتير وبيضيع منه وقت كبير جدا. فنصيحتي لأي حد داخل المجال، لا هيفرق معاك الكورس اللي هتاخده، ولا هيفرق معاك مستوى الجهاز اللي معاك، ولا هتفرق معاك الأدوات حتى اللي هتشتغل بيها والبرامج اللي هتشتغل عليها. أنت الأساس، أنت المطلوب. طول ما أنت مركز على نفسك أنت مش على الحاجة اللي في إيدك، طول ما هتنجح. لان كل الحاجات اللي انت هتركز عليها دي هتتطور وهتتغير. يعني هتاخد كورس هتلاقي في حاجات نزلت جديده، هتحط فيرجن معين لبرنامج هتلاقي فيه برامج تانية نزلت بديله احسن منه، تلاقي الذكاء الاصطناعي دخل، تلاقي حاجات كتير بتتغير. فركز على نفسك انت، وعشان تركز على نفسك لازم تبدا. يعني ابدا واتحرك وبعدين ربنا يسهل. فدي نقطه انا بشوف ان ناس كتير بتقع فيها، وخصوصا اللي بيكون ما عندهمش صبر. يعني هو بتلاقيه عايز يخش المجال، او هو في المجال مثلا وعايز يطور نفسه فيه، بس مستني حاجات او حالة مثالية عشان يبدأ يحقق اللي هو عايزه. فالحالة دي عمرها ما هتيجي، وهو كمان مش صبور، فالموضوع بالنسبة له انتهى، وهو كده ادى ان هو يوصل نفسه لمرحلة الفشل. فدي مشكلة بشوف ناس كتير وقع فيها. عشان كده بحاول الفت نظركم، اهتموا بحالتكم النفسيه. يبقى انا كده اخد بالي من ايه؟ اخد بالي ان في البدايه مركز على اني اكون كامل، او على ان الادوات اللي معاك تكون كامله. ابتدي بالموجود، حتى لو هتبتدي من الموبايل بتاعك. ناس كتير بتعترض على الموضوع ده، لا انا شايف ان هو لو ابتدى بالموبايل بتاعه شغفه هيزيد للموضوع، وهتلاقي هو مع الوقت هيقدر يطلع من الموبايل ده ناتج يوصله ان هو يجيب الجهاز اللي هو عايزه ويوصل للمكانه اللي هو عايزها. طيب، ايه تاني ممكن يدمر الديزاينر ويدمر نفسيته غير حتة البرفكشنزم او الكمال؟ عندنا حاجة تانية بتدمر مصممين كتير، وهي المقارنة. ان هو بيبدأ يقارن نفسه بغيره، ويقارن شغله بشغل غيره، ويقارن راتبه براتب غيره. اول ما بتخش في مرحلة المقارنة دي انت بتدمر نفسيتك انت، لان انت ما تعرفش هو اللي قدامك ده مر بايه. ممكن يكون هو لحس البلاط في البداية بس انت شايفه هو في احسن حال، لكن انت ما شفتش هو عمل ايه في البداية. فاوعى تقارن نفسك بحد، لان ده مش هيأدي غير انه هيفشلك انت شخصيا، وهيكون اثره كبير عليك انت. ابعد عن المقارنه، حتى في التصميم. حتى لما تيجي تتفرج او تعمل تغذيه بصريه، ما تبصش من باب ان ايه ده، بص هو عامل ايه وانا مش عارف اوصل للمرحله دي. لا، بص من باب ان انا بتعلم حاجه حاجه وواحده واحده، وده هيفرق معاك كتير جدا. لان المقارنه اصلا في حد ذاتها، وان انت لما بتشوف حد عامل شغل جامد او بتشوف ديزاين حلو، تحس ان انت عمرك ما توصل للمستوى ده برضه بيوصلك للفشل وبيخلي عزمك يقل. لكن عايزك تبقى عارف وانت بيحصل معاك ده ان كل الديزاينرز مروا بدول. اي ديزاينر بدأ شاف واحد احسن منه بكتير، في ناس قارنت نفسها وفشلت، وفي ناس بدأت تاخد الموضوع سنة سنة لحد ما بقى مستواها اعلى من الحاجات اللي هي بتشوفها اصلا. فخد بالك، دي نقطة مهمة جدا، ان انت ما تقارنش نفسك بحد. وخد بالك ان دايما الصبر مفتاح الفرج. هتلاقي ان كل صناع المحتوى والناس اللي شغالة في مجال الميديا او عامة الناس الناجحة هتقول لك الاساس الاستمرارية. مش لازم تكون عندك كفاءة عالية، او مش لازم تكون مميز او عندك مهارة زيادة، لا، اهم حاجة الاستمرارية والانضباط. وده محتاج صبر. طالما تستمر وبتنضبط وانت عندك صبر، فده مش رأيي انا لوحدي، ده رأي ناس كتير. ودي الحاجات اللي انا بشوفها من وجهة نظري الناس اللي انا قابلتهم في المجال وفشلوا، فكانت دي اغلب الصفات بتاعتهم. يعني لا كان هو شاطر في برنامج ولا مش شاطر في برنامج، ولا متعلم نوع تصميم ومش متعلم النوع التاني، ما كانتش المواضيع دي خالص. كانت دايما المشاكل بتكون شخصية ونفسية. وخدوا بالكم ان ده اساس نجاح اي حد في اي مجال.
هتلاقي الديزاينرز اللي مشهورين مش مشهورين بشغلهم، حتى اللي انت بتتابعهم هتلاقي في ناس مش معروفه او مش ناجحه نجاحهم ومستوياتها اعلى منهم 100 مره. ليه؟ ده بسبب ايه؟ اولا لان ده رزقهم، ثانيا هم عندهم مهارات شخصيه او سكيلز او مهارات نفسيه مساعداهم حتى في مجالهم اللي هو مجال الديزاين. فانت دايما ما تركزش على الادوات او على تولز او على البرامج، وركز على نفسك وانضباطك وخطواتك في الطريق اللي انت رسمه. وعلشان تبقى متاكد من حاجه، مفيش نجاح من غير تعب. فلما تتعب شويه في المجال او لما عميل يعقدك او لما شغلانه تبوظ منك، ده مش نهايه الموضوع، ده بدايته. دايما اللي بينجحوا بيكونوا مروا بفشل. فانت حط الموضوع ده في دماغك، اول ما تلاقي عندك جات لك تركايه كده صعبه في الموضوع، اعرف ان دي بدايه نجاحك اصلا. لو انت تجاوزتها هتنجح، لو انت هربت وتجاهلت ده فانت كده داخل في اتجاه الفشل. الحاجات اللي انا بقولها لك دي بشوفها ان هي اساس لبناء جرافيك ديزاينر ناجح، وهي عامه مهمه لاي شخص عايز ينجح في اي مجال. فدي كانت دردشه سريعه كده، انا بس بحاول اطمنك فيها، لان اكيد انا ما عرفتش الحاجات دي الا عشان انا مريت بيها. ففي طريقك وانت داخل في مجال الجرافيك طبيعي انك تمر بكل الحاجات دي. وافتكر دايما ان شغلتنا فنيه، فلازم دايما تكون محافظ على حالتك النفسيه عشان تقدر تطلع احسن اداء عندك. انا عارف ان انا ممكن بكلمك عن نفسيه الديزاينر او الحاجات دي في البدايه، ممكن ما تكونش انت فاهم قد ايه هي مؤثره عليك وقد ايه علاقتها اقوى بنجاحك من حاجات كتير انت مركز عليها في البدايه. فانا حبيت اتكلم عن الجانب ده. وفي النهايه اتمنى الناس تكتب لي في الكومنتات عن مشاكل نفسيه هم مروا بيها وهم داخلين مجال الجرافيك ديزاين، علشان الناس الجديده تتعلم منها، يعني يعرفوا ان هم مش بيمروا بده لوحدهم، وده هيكون ثواب عظيم بالنسبه لك انت. فلو انت مريت بتجربه زي دي يا ريت ما تنساش تكتبها تحت في الكومنتات. وكده حلقتنا انتهت. يا ريت لو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لها لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان توصل لك الحلقات الجديده. ويا رب دايما حياتكم النفسيه زي الفل، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام.